السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده الناس اللي بتقول ان في عندي ونه في الغيار الثاني ماشي، ونه في الغيار، ركز معايا شوية في الكلام، لايك وشير ومتابعة وشير للصفحة عشان يجي لك كل جديد. دلوقتي بنقول لك في ونه في الغيار الثاني، ابعد بقى عن الثالث والرابع اللي احنا بنقول دول قارونه، تمام كده؟ يعني احنا بنقول الونه بتاع القارونه، وعرفناك ازاي ان احنا بنفصل بين القارونه وبين الونه بتاعت بلي الشعر، ده احنا قلنا عليها الفيديو اللي قبل اللي فات او من فيديوهين فاتوا، تمام؟ النهارده بقى انا بقول لك ان القارونه بتوني في الثالث والرابع دي برده خلاص. انا النهارده بقول لك ونه الثاني بس، ونه الغيار الثاني، في كام مكالمه وكام اتصال وكام تعليق جالي على ونه الغيار الثاني. يعني ايه ونه الغيار الثاني؟ ببقى ماشي بالمكنه مثل الغيار الثاني، تمام؟ وماشي والم دبرياج، طول ما انا ماشي على الثاني مفيش مشكله، اول ما الم دبرياج الاقي المكنه معايا ونه على الثاني كده، تمام؟ ادي الثالث الصوت بيخف، او ادي الرابع الصوت بيمنع او بيخف من طبيعي، لان طبعا المكنه بتبقى خدت سرعتها. طيب المشكله عندي فين؟ هوريك زنه دلوقتي، او هوريك ونه هتبقى مشابهه او مقاربه للي انت بتسمعه بالظبط. ركز معايا كده، المكنه دايره اهيت، تمام؟ بص بقى، اسمع، تعالى قرب شويه بعد اذنك، اسمع تحت كده، اسمع عند الموتور ورا بعد اذنك، هات لي الصوت من عند الموتور. طبعا الموتور عندك مفيش فيه صوت خالص اهوت، الموتور تمام والصوت داير والمكنه دايره اهي، خليك زي ما انت بقى واسمع. نرجع بقى ديت تاني بعد اذنك. الونه ديت بقى احنا بنقول عليها ايه؟ الونه ديت بتبقى المنافله عندك، المنافله عندك من هنا بتبقى قفشه من تحت معلقه، تمام؟ الاكشه بتاعت المنافله ديت بتبقى معلقه، ارفعها لك عشان اوريك. بص يا باشا، دي بتبقى المنافله عندك لو ما هاش شغاله زي دي كده، دي شغاله اهي، تمام؟ ماشي. لو المنافله عندك ما هاش شغاله او قفشه من الجهاز من هنا، تمام؟ او انت بترفعها ما هاش شغاله معاك، احب اقول لك ان انت ممكن وانت بتغسل مكانتك في المغسله، او بتغسلها على ايدك، او بتفرش الدواسه اللي قدام، تمام؟ بايدك دراع المنافله معاك بيرفع من قدام، بيرفعها زي كده. طبعا المنافله لما بتكون قفشه مش شغاله الدراع بيجي كده، لو بصيت على الاكشه بتاعت الموتور من هنا، بص اهي بتيجي كده، طبعا ما بتردش تاني مكانها. مع الغيار الثاني ومع علامه الدبرياج يبدا يحصل معاك الصوت عندك، تحير نفسك، تقول ده بليه، تقول ده ترس، ناس تقول لك قارونه، ناس تقول لك الكلام ده كله. احب اقول لك لو اي حد عنده ونه في الغيار الثاني بالذات في لمه الدبرياج، وعنده المنافله ما هاش شغاله، اول حاجه يعمله على طول ينزل يرد دراع المنافله من هنا، او يفصل الدراع الصغير اللي هي الماسوره ديت، هيشيل البنز والتيله من هنا والبنز والتيله من هنا، ويشيل الدراع ده خالص طالما ما هاش شغاله عندك، انت مش عايزها في حاجه. هيروح الدراع دوت بدل ما هو كان كده زي الوضع ده كده بالظبط، تمام؟ اول ما هتشيله هتلاقيه راح رادد معاك كده، يبقى اصبح ان المنافله خدت المكان بتاعها لورا، او المشرشر رجع مكانه، الدراع رجع، هيمنع معاك الونه في الثاني على طول. الناس اللي بتسال على ونه قارونه في الغيار الثاني، يبقى ونه الغيار الثاني في لمه الدبرياج دراع المنافله لو مش شغال عندك، اول حاجه تبص عليها المنافله على طول، تنزل ترجع المنافله، يا تخبط عليها بشاكوش من هنا ترجعها، يا تفصل الدراع من هنا، يا اما تشغل المنافله بتاعتك تخليها وتنزل وتطلع تتحرك تشتغل تدور بيها، هيمنع معاك الونه على طول. عشان التعليقات اكتر تعليقات بتجيلي على الونه بتاع الغيار الثاني، وغير قارونه وغير بلي شعر وغير الكلام ده كله، وما منعتش ولسه عنده زي ما هي، عشان ما تلفش وتوه. واستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله مع يسرا ابو طبيخ. ما تنساش لايك وشير ومتابعه للصفحه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.